السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة قواعد اللغة الألمانية. النهاردة إن شاء الله المحاضرة السابعة ذات صباو اللي هو تركيب الجملة الألمانية. عايزين نتعرف على تركيب الجملة الألمانية وإزاي أتكلم وأكون جملة بسيطة أقدر أتكلم بيها في مواقف كتير. تابعونا وإن شاء الله هنبدأ على طول. نخش في الموضوع على طول. ذات صباو تركيب الجملة الألمانية. أول حاجة عايزك تعرف إن في نوعين عندنا من الجملة الألمانية: جملة خبرية والجملة الاستفهامية. الجملة الخبرية هي نوعين، يا إما بسيطة أو معقدة. يعني الجملة الخبرية يا إما هتكون بسيطة يا إما هتكون معقدة. تاني حاجة الجملة الاستفهامية، ودي إن شاء الله هنتعرف عليها في فيديو منفصل إن شاء الله. طيب تعالوا نتعرف على الجملة الخبرية أو الزاجة زاتس. أول حاجة هنتعرف عليها النهاردة طبعا اللي هي الجملة الخبرية البسيطة، إزاي أكون جملة بسيطة أتكلم بيها. طيب أي جملة هتتكون من حاجتين، يا إما فاعل زائد فعل زائد مفعول، يا اما فاعل زائد فعل زائد باقي الجمله اللي هو مثلا جار ومجرور. تمام كده. طيب يبقى خلاص احنا متفقين ان اي جمله هتتكون من فاعل زائد فعل، مفعول او باقي الجمله اللي هو ممكن يكون جار ومجرور. طيب مثال على الجمله الخبريه البسيطه فعل زين. فعل زين هو بمعنى يكون اللي خدنا تصريفه قبل كده. تمام. بيستخدم في جمل كتيره جدا. طب زي ايه؟ تعالوا نتعرف عليها كده. اول حاجه ان فعل زين ممكن اوصف بيه شخص او اوصف بيه صوره. تاني حاجه ان انا ممكن اعرف باسمي باستخدام فعل زين. تالت حاجة ان انا اتكلم عن المهنة بتاعتي. او رابع حاجة ان انا اتكلم عن الحالة الاجتماعية او اتكلم عن الجنسية بتاعتي. تمام كده. يبقى ده تقريبا اغلبية استخدامات فعل زين. طب تعالوا نشوف كده امثلة عملية. شبيلة. احنا دلوقتي هنتعرف على الامثلة. اول مثال معانا ich bin fleißig، يعني انا مجتهد. ich bin fleißig، انا كده وصفت نفسي ان انا مجتهد. طيب نمرة 2 ich bin محمد. ich bin محمد يعني انا اكون محمد، يعني اسمي محمد يعني. نمرة 3 ich bin Lehrer. ich bin Lehrer يعني انا معلم، يعني مهنتي او وظيفتي معلم او مدرس. نمرة 4 ich bin verheiratet. ich bin verheiratet يعني انا متزوج، كده وصفت حالتي الاجتماعية. نمرة 5 ich bin Ägypter. ich bin Ägypter يعني انا مصري، يعني انا جنسيتي مصري. تمام كده. فدي اتعرفنا كده على امثله على استخدامات فعل زين. طيب ملحوظه بقى عايزين نعرفها. فعل زين بيجي معاه الزوبيكت. يعني ايه بيجي معاه زوبيكت؟ يعني فاعل. بمعنى ايش وفلايسش هما نفس الشخص، يعني انا واللي هو المجتهد ده انا نفس الشخص. ايش ومحمد هما نفس الشخص، يعني ايش دي اللي هو انا، وفي نفس الوقت انا اللي اسمي محمد برضه. فيعني كده بنقصد ان فعل زين بيجي معاه فاعل، ما بيجيش معاه مفعول خالص. يعني فعل زين خليك عارف كده قاعدة ان فعل زين بيجي معاه الزوبجكت. خليك هتفهم الموضوع ده ان شاء الله قدام، يعني ان شاء الله في خلال المحاضره اللي جايه او اللي بعدها ان شاء الله هتكون فهمت يعني ايه سوبجكت ويعني ايه اوبجكت اللي هو يعني مفعول. فركز معايا بس في محتوى المحاضره النهارده ان شاء الله، وتابع الحلقه الجايه ان شاء الله هتستوفى الايه المعلومات بالكامل ان شاء الله. طيب تاني حاجه فعل الملكيه هاب، اللي هو يعني ان انا عندي او انا ملكي كذا. طبعا برضه استخداماته كتير برضه. ich habe ein Auto، انا عندي عربيه او انا املك عربيه. نمرة 2 ich habe eine Berufung. Ich habe eine Prüfung يعني أنا عندي امتحان. Ich habe ein Problem يعني أنا عندي مشكلة. Ich habe ein Problem. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde يعني أنا عندي أصدقاء كتير. تمام كده. طيب فعل بقى هابن بيجي مع اوبجكت اللي هو يعني مفعول، يعني سواء في نوع اينس اللي هو ein Auto ده اوبجكت اللي هو مفعول، يعني eine Prüfung ein Problem viele Freunde دول كلهم اوبجكت. تمام. ان شاء الله زي ما قلنا هنستوفي ان شاء الله شرح السوبجكت والاوبجكت في المحاضره القادمه باذن الله. تابعونا وان شاء الله تستوفوا الشرح باذن الله. طيب اخر حاجه عايزك تعرفها الجمله الالمانيه. انا عايزك دلوقتي تعرف ترتب الجمله الالمانيه بكل سهوله، مش عايزك تتوه، مش عايز يبقى في حد عنده مشاكل ان هو يكون الجمله البسيطه. قبل اي حاجه عايزك تعرف ان الفعل على طول في الجملة الألمانية بيكون في الموضع التاني، يعني ترتيب الفعل في الجملة الألمانية بيكون دايما في الموضع التاني، ما عدا حالة واحدة بس هنعرفها واحنا بنتعرف على الجملة الاستفهامية. خليك معايا دلوقتي. بقى دلوقتي الفعل بالنسبة لي هو رقم 2 في الجملة. طيب امال احط ايه في الموضع الأول او رقم 1 يبقى ايه؟ ممكن احط الفاعل، ولكن يفضل لو في توقيت في الجملة ان انا ابدأ بالتوقيت.
يعني انا مفيش مشكله ان انا ابدا بالفاعل وبعد كده الفعل وبعد كده اكمل الجمله بتاعتي، سواء بحط اوبجكت او بتكلم عن توقيت او بتكلم عن اي حاجه زي ما هتكمل الجمله بتاعتك. طيب تعالوا نتعرف على المثال كده. Ich frühstücke um 9 Uhr. انا بفطر الساعه 9. الافضل بقى في الجمله دي ان انا اقول في الساعه التاسعه بفطر انا، او انا بفطر يعني. تمام. يبقى um 9 Uhr frühstücke ich. um 9 Uhr frühstücke ich، يعني انا في الساعه التاسعه بفطر. تمام كده. ده افضل ترتيب للجمله، ان لو في توقيت ابدا بيه جمله. اتمنى تكون الناس تفهمت الشرح ان شاء الله. اتمنى تكون كل حاجه واضحه. لو في حد عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنتات او يتواصل معايا على رسائل الصفحه الفيسبوك، هتلاقيها في الوصف ان شاء الله، او يبعت لي مسج على الايميل بتاعي وهتلاقيه برضو في الوصف. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.